بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد بقى معانا ان شاء الله، هنعمل فيه مكرونة بالبشاميل. اول حاجة زي ما انتوا شفتوا كده، حطيت المية تغلي وبعد كده هحط المكرونة. هسيب المكرونة بقى تغلي لغاية ما تستوي. اهم حاجة في المكرونة اما تيجي تحطيها في المية، اللي انتي تقعدي تقلبيها كده خصوصا من تحت، يعني اول ما تحطيها تقلبيها على طول، ما تحطيهاش وتسيبيها. ليه؟ لو حطيتيها وسبتيها كده هتمسك في بعض وممكن تلزق في الحلة من تحت، وتبقى صعبة قوي بعد كده اللي انتي تطلعيها. فانتي اول ما تحطيها تقومي مقلباها كويس جدا، وتقلبيها كمان من تحت علشان ما تلزقش في الحلة من تحت، وبعدين تسيبيها شوية وترجعي تقلبيها تاني علشان لازم ايدك تبقى فيها على طول. طيب هنا بقى هحط لها كمان شوية ملح علشان المية وهي بتستوي كده تتشرب من الملح، فتبقى المكروناية ذات نفسها مملحة وطعمها حلو. وهبتدي بقى هنا كده اقلب بالراحة كده اهو، علشان المية تشرب كلها الملح والملح يدوب في المية كلها. هسيبها بقى تستوي براحتها، وعقبال ما تستوي كده حضرتك يعني يا ريت تحط لنا لايك، ولو انتي اول مرة تشوفي القناة اعملي لنا اشتراك وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها. فيديوهات مفيدة وحلوة وجميلة وان شاء الله تستفادي منها، وبنقول فيها الحاجات البسيطة اللي ممكن تكون تايهة عننا. زي ما انتي شايفة كده انا يعني بقلبها من تحت اهي علشان تستوي. انا جايبة هنا مكرونة 1.5 كيلو، وجايباها سايبة، فعلشان كده فيها نشا كتير. فانا اما تتصفى هصفيها وهرش عليها شوية مية علشان النشا اللي فيها ده ينزل. لما اصفي المكرونة هغسلها كده بشوية مية علشان هي بيبقى فيها نشا كتير. لكن انتي لو جايبة مكرونة اكياس ما بيبقاش فيها نشا خلاص مش ضروري تغسليها، لكن انا بغسلها علشان هي سايبة فالنشا فيها بيبقى كتير. طيب بعد كده هنبتدي بقى نجيب اللبن اللي عندنا. انا هنا هستخدم لبن بخيره. طبعا لو انتي تحبي تجيبي اللبن حليب سايب كده من بتاع اللبن بيبقى افضل، لان بيبقى فيها قشطة وبيبقى فيها حاجات حلوة كده. هنا بقى هنعمل البشاميل بطريقة جديدة. هنعمل ايه؟ هجيب اللبن واحط فيه السمنة بتاعتي او الزبدة او الزيت ايا كان بقى اللي انتي عايزة تحطيه، واحط عليها شوية ملح واحط على اللبن فلفل اسود. بعد كده هسيبه يغلي على النار. اثناء ما هو بيغلي هجيب الدقيق بتاعي واقوم مدوباه في مية باردة. طب انا ليه كده هدوبه في مية باردة مش هحمره بقى زي كل مرة؟ ليه؟ دي طريقة سهلة للناس اللي ايديها بتوجعها ما تقدرش تقلب الدقيق، خصوصا لما بننزل عليه المية بيكلكع. وطريقة سهلة كمان للبنات اللي لسه اول مرة تعمل مكرونة بالبشاميل، فلو شافت الدقيق كده مكلكع معاها هتتخض ومش هتعرف تعمل المكرونة كده اهو. دي اسهل طريقة ممكن تعملي بيها البشاميل من غير ما يعني يكلكع معاكي. خلاص طبعا في ناس تانية محترفة بقى بتحمر الدقيق في السمنة وتنزل عليه وتعمله، فدي ناس محترفة بقى. احنا هنا بنكلم الناس اللي لسه مبتدئة. انا هو اللبن بتاعي حطيت عليه ملح، حطيت عليه فلفل اسود، كنت حاطاله السمنة في الاول. وهنا بقى هستناه لما يغلي وابتدي احط عليه الايه المية بالدقيق اللي انا مدوباه. طيب انا هستناه لما يغلي وبعدين احط عليه المية بالدقيق. ليه؟ لان انا لو حطيت المية بالدقيق على اللبن وهو بارد هفضل اقلب فترة طويلة، وممكن كمان يلزق مني من تحت البشاميل ويتحرق.
فلما احطه لما اللبن يغلي هيبقى افضل ان انا مش هقلب كتير، لان ساعتها اول ما هنزل الدقيق اللبن هيتقل معايا وهيعمل البشاميل بسرعة ومش هقلب كتير. انا بحاول اريحك واريح ايدك علشان ايه ما تتعبيش. ده كده اللبن غلي معايا، هبتدي بقى انزل المية بالدقيق اللي انا مدوباها، هي بتبقى باردة. هنزل بقى كده هو واكون موطية العين من تحت، وبعد كده ابتدي بقى ان انا اقلب براحتي. عايزة اعلي العين اوكي، عايزة اوطي مفيش مشكلة. واول ما يتقل القوام اللي انا عايزاه ابتدي ان انا اطفي عليه على طول. بس قبل ما اطفي عليه ادوقه علشان اشوف الملح بتاعه كويس، واشوف الفلفل الاسود، واشوف السمنه اذا كان محتاج اي حاجه الحق ان انا احط عليه وهو سخن كده علشان الحاجه تتوزع كويس في البشاميل. الطريقه دي من اسهل الطرق اللي ممكن تعملي فيها البشاميل. انا كده خلاص، انا بحب القوام يبقى تقيل. وهنا كده هجيب الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل فيها البشاميل، وادهنها من تحت كده بنقطه زيت. ممكن تحطي كمان من تحت حبة بشاميل زي ما انتي عايزة عشان المكرونة ما تلزقش. هنا بقى حطيت شوية مكرونة في الصينية بتاعت البشاميل، ولما حطيت هحط معلقتين 3 على المكرونة بشاميل كده واقلبها الاول. ليه؟ علشان المكرونة تاخد من طعم البشاميل. ولو انت مثلا عايزة تحطي معلقة صلصة علشان المكرونة تبقى لونها احمر، في ناس بتحبها كده متحبهاش مسلوقة بس كده عادي، ممكن تحطي معلقة صلصة وتقلبي بيها والمكرونة تبقى لونها محمر. بعد كده انا هحط الطبقة التانية من المكرونة وهقلب، وبعد كده هغطيها بالبشاميل كلها. انا هنا يا جماعة سبتها فاضية من النص، محشدهاش اي حاجة. انا بحبها كده من غير ما تكون فيها لحمة او فراخ. عايزة تحشيها من النص لحمة معصجة فراخ براحتك. ومن فوق الوش ممكن تضربي بيضة وتحطي عليها شوية ملح وفلفل وتحطيها على الوش من فوق. وممكن علشان برضو الناس اللي مش عايزة تكلف الصينية كتير، ممكن من فوق الوش احط نقطة زيت كده بحيث ان هي تتحمر من غير ما احط من غير ما احط بيض. انا بحاول اوفر لك واريحك وانتي بتعملي مكرونه بالبشاميل وتبقى طريقه سهله. بصراحه يا جماعه المكرونه طلعت جنان لدرجه اللي انا جبتها وقطعتها وكلنا، وما تبقاش منها غير الحته الصغيره اللي انا وريتها لكم ديت. والصينيه التانية بوريها لكم هي كانت في الحوض كلناها، عملنا صينيتين. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واشوفكم على خير والسلام عليكم.